النهارده هنعمل معاكم الكفته، وهعرفكم ازاي تطلع معاكم متماسكه وماسكه نفسها ومشدوده زي ما انتم شايفين وما بتفكش منكم، وازاي تطلع هشه معانا ومكونات بسيطه هتخلي الكفته تطلع معانا تحفه ومن غير شوي من غير اي طرق غريبه. لازم الكفته يكون فيها على الاقل 25% من الدسم نسبه دهون، ويفضل لحم الخرفان او الضاني، نسبه الدسم بتكون فيها عاليه جدا وبتكون اللحمه ممتازه جدا للكفته. انا النهارده مستخدمه اللحمه المفرومه اللي هي البقري، بتجيبوها من عند الجزار بتخليه يفرمها لكم. لو هي وش واحد تقدري في البيت تجيبيها على الكبه وتفرميها كمان وش، بتبقى معاكي حلوه خالص. وبصلاتين انا هنا مستخدمه نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليهم بصلاتين كبار مبشورين او متقطعين صغير على الكبه، وبتعصري منهم الميه، بتشيلي ميه البصل لوحدها. هنشكل بعد كده الكفته بيها، وتبداي بقى تعجنيها كده مع البصل. بعد كده بتحطي عليها البصل وتعجنيها مع بعضها، وشوية من البقدونس. بيفضل البقدونس في الكفتة مع البصل مع البهارات، ما تكتريش بهارات عشان تستطعمي طعم اللحمة في الكفتة. انا هنا حطيت معلقة كبيرة من البهارات الكفتة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الشطة الحارة الناعمة. تقدري تستغني عن الشطة دي لو انت ما بتحبيش الكفتة تكون حارة. ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكمون، معلقه من الملح، تظبطي الملح بتاعها. وبعد كده واحنا حطينا معلقه كبيره من البهارات الكفته، وانا حطيت سنه من البيكنج باودر، ومعلقه من الخل، ومعلقتين من الزيت. ما بكترش بهارات، ما حاولي ما تكتريش بهارات عشان خاطر بتديكي طعم اللحمه تكون هي اللي ظاهره مش طعم البهارات، بيكون هو اللي ظاهر. وعامة حطي برضو مع سنة من البابريكا او معلقة صغيرة من البابريكا، بتديها لون حلو خالص، ونسيبها من نص ساعة لساعة في التلاجة، بتطلع معاكي تحفة. او يفضل لو من قبلها بيوم وتشكليها برضو بيجي الكفتة بتتشمع معاكي وبتطلع معاكي احلى كفتة. هتعجني كويس الكفتة، لازم تتعجن، تفضلي تعجني فيها تعجنيها كويس جدا 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 على قد ما انت قادرة. تفضلي تعجني فيها لغايه ما تشمع معاكي كده وتدخليها التلاجة. وكمان لو هي مش مفرومه كويس او مفرومه وش واحد، تقدري تعمليها على الكبه عندك وش كمان، بتديها طراوه ونعومه وبتكون تحفه جدا. وعامه الكفته من قطعيه الرقبه بتكون حلوه خالص في اللحمه البقري بالذات. وبيفضل كمان لو هي لحمه خرفان او ضاني بتكون تحفه جدا، بتكون فيها نسبه الدسم عاليه جدا. انا هنا اللحمه دي 3/4 لحمه والربع دهن، بيعمل معاكي بتبقى معاكي حلوه جدا وطالعه معاكي تحفه وطريه، وبتقطم كمان وما بتشدش. هنا انا جبت ميه البصل اشكل بيها، بتحطي ايدك فيها وتبداي تشكليها كده، تحطي تبلي ايدك بميه البصل وتشكلي بيها الكفته، بتطلع معاكي تحفه. شكلوها بقى بالشكل اللي تحبوه، ممكن تعملوها كور، ممكن تعملوها زي البرجر كده، تقدري تعمليها زي الكفته زي ما انا بعملها. تقدري على اسياخ الشيش بقى، على اي عندك اي حاجه تشكليها عليها، على المعلقه، على اي حاجه، على معلقه خشب، معلقه عاديه، زي ما تحبي، زي ما متوفر عندك وكده. تبداي تشكليها بالطريقه اللي تحبيها او بالشكل اللي انتوا بتحبوه. تعملي بقى الكميه وتدخليها في الفرن على الرف اللي في النص، ومن فوق ومن تحت شغلي من فوق ومن تحت، وتكوني في الوقت ده مولعه على فحميه على عين البوتاجاز. وبعد كده بتحطيها فيها نقطه زيت وتغطي عليها، تديكي طعم الشوي، بتديكي بتكون تحفه جدا. اسهل طريقه او اسهل اكله تقدري تعمليها في نص ساعه او ساعه، يعني مثلا عما تتبل وتدخل الفرن وكده، ما بتاخدش معاكي وقت جدا، وشويه عيش وسلطه وطحينه، بيطلع معاكي احلى غدا او احلى عشاء. ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص، دي اسرع حاجه وافضل حاجه وافيد حاجه، بتكون تحفه جدا. والكفته اي حد يعرف يعملها حتى المبتدئين كمان. عندنا وصفات كتير للكفتة وانواع كتير وطرق مختلفة جدا. في الفيديوهات اللي جاية هعمل لكم برضو لما نضيف عليها برغل او طرق تانية هتبقى حلوة. انا هنا دخلتها في الفرن، بتاخد معاكي من ربع ساعة ل20 دقيقة، ما بتاخدش وقت، وتكوني مشغلة حتى الفحمية على عين البوتاجاز. بعد كده نقطة زيت زي ما انتوا شايفين في الفيديو، وبتحطي عليها نقطة الزيت وتغطي عليها بورق سلوفان او بغطا عندك محكم كده، بتحجزي البخار بتاع الفحم، بيطلع معاكي اكنك شويها بالظبط على الفحم، بتطلع معاكي تحفة جدا. بعد كده بتقدميها على شوية من الكزبرة او البقدونس، بتطلع معاكي تحفة جدا وما بتشدش ومتماسكة، وفي نفس الوقت طرية وجوسي. وعلى فكرة هنا
ما خسيتش كتير. اللحمه نظيفه وكويسه جدا، وبطريقتي دي كمان لو عملتيها زي ما انا بعملها كده، انتوا شايفين الصابع كمان كبير وما كشتش معانا، والصابع كبير زي ما انتوا شايفين برضو. شويه سلطه، شويه بطاطس، شويه شيبسي، شويه طحينه كمان. انا هنا نسيت احط الطحينه في طبق وكده، فشويه صوص كده او صوصات جنبك او شويه طحينه كمان، وتعملي احلى ساندوتش للولاد وليكي كمان. وجبه غدا متكامله برضو، وجبه تنفع وجبه عشاء، وبتكون تحفه. بتقدري تاخديها معاكي لو انت في مكان مثلا او خارجه او كده، بتحطيها في ورق سلوفان وفي طبق، وتطلعي احلى فسحه او احلى مكان تقعدي فيه وتاكلي كده، او تاخديها سندوتشات حلوه جدا. انا هنا بوريكم طعمها تحفه، وما بتشدش وبتقطم كمان، ومن غير شوي ومن غير